السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي وحبايبي وولادي، هنعمل معاكم النهاردة قرنبيط. كلنا عارفين القرنبيط، بس مش هنعمله بالطريقة اللي احنا بنعمله بيها. نشوف هنعمل ايه. ادي الثوم المفروم، اللي احنا مفرزينه. كده خلاص الثوم. دي الخضرة مفرزينها برضه، بقدونس وكزبرة وشبت برضه من الفريزر. طبعا احنا عارفين الخلطة اللي بنعملها بالتتبيلة للقرنبيط، ونشوف برضه مع بعضنا هنعمل ايه. حبة مية صغيرة والدقيق. انا نخلة الدقيق كذا مرة عشان نطمن برضه واحنا بنعمل الحاجة، ونشوف لو عوزنا تاني. حطيت ملح لغاية دلوقتي بس. فك الثوم عشان الثوم لسه جامد. لغاية دلوقتي الدقيق والثوم والبقدونس، ونسمي بالله كده. وادي هنحط عليهم البيض. انا حطيت بيضتين، اللي عايز يحط اكتر بيحط. شوية شطة مع البهارات.
البهارات نفسيها بقى حبة صغيرين خالص البهارات، مش حاملة بس. هنقلب بس، هنقلب البيض والدقيق الأول. وادي البهارات، كمون، معلقة كمون ومعلقة فلفل ونص معلقة كركم وربع معلقة بهارات ونص معلقة شطة، وانا حطيت الملح. نقلب كله بقى دوت. قلبنا كله. احنا بقى مش هنعمل القرنبيط زي ما بنعمله حتت. انا شايلاه سلقاه وشايلاه في قلب الفريزر مفرزاه. ادي القرنبيط. طبعا احنا كنا الاول بنعمله حتت كده، بس دلوقتي لا، ما مش هينفع نعمله حتت. الاسهل بقى وحاجه طريقه حلوه برضو جديده، هي مش جديده قوي يعني، احنا عملناها كتير. هنقطعه، هنقطع القرنبيط حتت. طبعا العروق هي اللي بنقطعها، لكن هو القرنبيط نفسه ما بيبقاش مستحمل. اهو هنقطعه. ساعات اما بنقلي القرنبيط حتت بيبقى من جوه مش مستوي، بنلاقيه من جوه مش مستوي، لكن كده بقى بيشرب من التتبيله بتاعته. جربوه وشوفوا انهي الاطعم، اما نعمله سليم ولا اما نعمله اما نقطعه كده. كده هيبقى اطعم، لانه هيبقى شارب التتبيله كلها فيه. اكله حلوه شعبيه. انتوا عارفين بقى اللي الشتا اول ما نخش تلاقوا القرنبيط دوت بقى من اللي احنا شايلينه من السنه اللي فاتت، من الشتا اللي فات. انا طول الصيف بعمل منه اللي انا مفرزاه وشايلاه. كده خلصنا اهو، قطعنا القرنبيط حتت. وادي القرنبيط، الطريقة الجميلة اللي هتجربوها وهتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله هتعجبكم، هتلاقوها احلى من لما نعمله حتت، وكل واحد طبعا ومزاجه. انا هوريكم الفكرة وانتوا عليكم تختاروا.
ويا ريت بقى ما تنسوناش بقى، اللي مش مشترك عندنا في القناة يشترك، وما تنسوش اللايكات يا ولاد، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. ادي القرنبيط اهو، نحط الطاسة ونسخنها، نسخن الزيت وبعدين نحط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعمل بقى ايه، نوريكم بقى هيبقى شكله ايه القرنبيط بالمعلقة. احنا هناخد معلقة معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يطلع مدور يطلع مربع مش مهم هيطلع ايه، بس هو هيطلع بقى طعم. بصراحة يعني ما هتدوقوه تعملوه جربوا، بس هيطلع طعمه عشان انا جربته كذا مرة. مش لازم نعمل الحاجة ونقول عليها الا لما نجربها، وان طلعت حلوة نوريها للناس، طلعتش حلوة بلاش، منجيبش سيرتها خالص. وهنقلبه بالراحة عشان لو طري ما يفكش. بسم الله ما شاء الله، طلع جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحطينا طاسة تانية على
على فكرة ممكن يتعمل في الصينية زي العجة، يعني نحط شوية زيت كده في قلب في الصينية ونصب الخليط اللي احنا عملناه دوت وندخله الفرن ونطلعها تتقطع خرط برضو زي العجة بالظبط. عارفين انتوا العجة ام بصل؟ يعني ممكن تتقلي في الطاسة وممكن تتعمل في الصينية في الفرن. الحمد لله على نعمة ربنا، كلها نعمة ربنا. اخر حتتين في القرنبيط خلاص. متنسوناش بقى بالاشتراك بقى يا ولاد واللايكات، ربنا يخليكم بقى ما تنسوش. نفس القناة تترفع شوية. اقول لكم ايه، السلام عليكم، وتعالوا كلوا معانا بقى قرنبيط، هيعجبكم والله قوي. السلام عليكم.